النهارده هنتكلم عن قطعة مظلومة جدًا مع الجزارين، قطعة الكولاطة. طبعًا هي بتتحط على القورمة، بينزلوا بقى تَك، 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 التقطيع اللي أنت بتشوفه ده اللي بيبوّظ كل معالم الكولاطة وبيبوّظ كل جمالها. الكولاطة هي القطعة اللي قدامنا دي كده، ده محتواها. لو بصيت هتلاقيها عبارة عن قطعة، 2، 3، كل عضلة من دول ليها شكل وليها اتجاه في المسيرة وليها طريقة تسوية. لمّا بتطلع بالشكل الخضاري العادي ده بتفقد كل الجمال ده، ودي قطعة البيكانيا اللي هي بالضبط نفس قطعة الsteak دوّة، دي قصة لوحدها هنتكلم عليها بعدين. قطعة الsteak اللي هو الرامب steak الكلاسيك ده حكاية، قصة. في ناس بتحب الrib eye اللي هو زي ده كده مثلًا من غير العضمة، لإن بيبقى في جواه قطعة الشحم، دي شحمها أقل وطعمها جميل جدًا وبتمتاز ب3 صفات. البيكانيا شبعانة دسم جدًا من القطعة اللي فوقيها ديّة، ناعمة جدًا وجميلة وjuicy أوي. ديّة الmain branch بتاعها، الfat بتاعها قليل شوية، جميلة طعمها برضه حلو وناعمة، ونفس الحكاية الeye of rump اللي في النُص ده. الeye of rump اللي في النُص ده حكاية بقى، الفاصل اللي جواه دوّة طعمه رائع جدًا مع الشوي الجريل أو الفحم ممتاز. فأنت بتاكل قطعة steak فيها 3 أنواع steak في نفس الوقت، زيادة على البونطة الصغيرة دي أنعم ما فيها بقى، حاجة رائعة. وعلى فكرة مش أي حد يعرفها، مش أي حد بياكلها. دي عمومًا أكلة الإنجليز والأوروبيين عمومًا يعني، كانوا بيطلبوها مني خصوصًا في الإمارات، اسمها classic rump أو الtop rump class أو الtop rump steak، دي ممتازة. ودي طبعًا بتتقطّع عندنا في ضهر الفخدة وبتتفرم وبتتعمل حاجات تانية ما لهاش أي علاقة بالمميزات اللي فيها. هي فوقيها طبقة كبيرة جدًا من الشحم، الدهون اللي هي الجميلة جدًا، مش الدهون طبعًا الصعبة، لأ ده شحم مُفات حلو، مغذياها ومنعّماها جدًا وهي بتُقع في حتّة في الفخدة ما فيش عليها مجهود، فبتتسوّى زي ما هي كده. بتتسمى برّه البيكانيا لإن جواها 3 نافز بتتسوّى بيها زي ما هي في الفرن، بتخش الفرن زي ما هي. وبتتسمى برّه الBrazilian cut لإنها شبه قارة البرازيل. حاجة رائعة، لكن مهضوم حقها عندنا. يا ريت نهتم بيها شوية ونطلبها من الجزار ونطلبها بمواصفاتها، هتدعوا لي دُعا ما بعده دُعا.